كلنا بقالنا فترة بنسمع عن نظام البكالوريا الجديد. بس السؤال الحقيقي، هل فعلا النظام ده هيخلصنا من رعب الثانوية العامة؟ ولا احنا بس غيرنا الاسم والمشكلة زي ما هي؟ تعال أقول لك الموضوع ببساطة. أول حاجة لازم تعرفها، البكالوريا مش بديل للثانوية العامة، ده نظام جديد موازي ليها واتطبق رسمي من سنة 2025. الفكرة الأساسية هنا إن مستقبلك ما يبقاش متوقف على امتحان واحد بس، يعني بدل الضغط والتوتر في سنة واحدة، التقييم هيكون متقسم على سنتين، وده المفروض يقلل الرعب والتوتر النفسي اللي أغلب الطلبة كانوا عايشين فيه. بس هل النظام ده فعلا أفضل؟ وإيه الفرق الحقيقي بينه وبين الثانوية العامة العادية؟ وهل هيريح الطلبة فعلا؟ ولا هيبقى ضغط بشكل مختلف؟ كل ده هنعرفه في السلسلة دي، فكمل معايا.